المساحة والمجال اللي ضيوفنا في الاستوديو اللي بيقدم سؤال لضيفنا الدكتور سيف الإسلام. نعم تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو له بالخير الوطن ورجاله. أما بعد، سيد الدكتور سيف الإسلام القذافي، أنا أحمد الأحجل المتحدث باسم الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني وعضو الجمعية الوطنية لرعاية الشباب. سوف أسألك سؤالين من شقين. السؤال الأول: ما قراءتك لمستقبل ليبيا في ظل ما يجري على المسرح السياسي أو السياسة الدولية؟ والشق الثاني: هل جماهير شعبنا أصبحت تستنشق عبير الجماهيرية الثانية التي نحلم بها جميعا سيدي؟ نعم دكتور. السؤال الأول أو الشق الأول، الوضع على الميدان ممتاز جدا، وهم استغربوا، لأن مش ممكن الخاين عمره ما ينصر، والجاسوس عمره ما ينصر. الجاسوس صح، أنت عندك هاتف ثريا زي ولمس يقول هذه إحداثيات الجيش وضربوه، هي تعملها، لكن باش تاخذ بندقية وتقاتل لا. كل يوم منهزمين في جدابي في البريقة واحد، مش كل يوم يجوا ينهزموا. شفتوهم في السي ان ان في مراسله، هم يفيحطوا قدام هيك وياحد يبرى في الرشاش ودور راح يفيح قدام المراسله بتاع السي ان ان، طلعوا الطلقه وجيه الصالحين بصدفه هربوا كلهم. فدارت مراسله قالت يعني ما اعتقدش هذول القوم اللي يخافوا من طلقه وجوا يجاروا هذول بينتصروا عليه معمر قذافي. انتصار هذا اي كلام. واحدين طالعين من السجن، وواحدين هاربين من السجن وبتاع الكويفه، ولا واحدين هارب اسمها نهابه، انهبوا شركه البريقه وشركه راس طنوب، كان تشوفوا شنو عملوا في شركه النفط، انهبوها نهب، انهبوها ما خلوش فيها حاجه. انت كانك ثاير وانت زي تشي قفاره، ما تقعد تنهب في القمات وتسرق في التموين وتسرق في وتخش عليه بالله غرفه التحكم اللي خاسين عليها عشرات الملايين. هذه اهم غرفه تحكم في راس لانوف بتاع النفط، تمشي وتاخذ بندقيه وترميها هيك وتشفي النار. هذه اللي بتاع بلادك واللي كنت كمان انت. فهذول راهم الناتو. شنو قالوا الناتو؟ اول واحده في واحده من الاذاعات الامريكيه قالت يعني تستفتر عليهم، قالت هذول غريبين. قالوا في الاول قالوا غير يجي غير القوات الليبيه والليبيين غير ديروا نو فلاي زون، ما فيش طيران، حالة طيران، احنا هيك راجل نقدرهم. قالوا هي ما عاش في طيران اللي بيطير، قعدنا التريس بتداق على الوطا ما قدروش. قالوا لا احنا نبوا غطاء جوي، احنا نتقدم وانتم يا ناتو. هم غادي يقولوا النيتو على كل حال. النيتو هم يقولوا ما يتكلمهم اصلا، ويقول وقال اضرب. هم الواحدين جاهله، حتى كلام جاهله، مش حتى ناس متعلمه ناس فاهمه. عدي اضرب قدامنا احنا تو ننتصروا. ضرب النيتو لين طاب خاطره ما قدرش. بعدين قاعد يتكلموا على قوات بريه لابد ينزل على وطن النيتو. فواحده صحفيه ضحكتني، دارت مراسله قالت يبدو انهم هم في اخر مطاف هيقولوا جيبوا لنا يا نيتو ثوار من برا باش يقاتلوا مكاننا.